سواء نواب رئيس الجامعه ومدائر الكليات وكلاء الكليات، الاساتذه الافاضل الحقيقه مجهودهم باين في الجامعه، ما حدش يقدر ينكره. الجامعه بترتقي كل يوم عن يوم وبيتم فيها انجازات كبيره جدا، وانا الحقيقه بتمنى لهم التوفيق كلهم. لما هرجع كده شويه بالزمن ورا، لما الحقيقه كلفت بمحافظه كفر الشيخ، كان اول حاجه دخلت فيها اشوف يعني محافظه كفر الشيخ بقت شكلها ايه. لان انا اشتغلت في محافظه كفر الشيخ دي من سنه 96، كنت استشاري الطريق الدولي واستشاري كوبري البرولوس وكوبري رشيد وكوبري دمياط. فطبعا كنت بشتغل في المنطقه اللي فوق دي من سنه 96، كانت الدنيا فاضيه خالص يعني. فالحقيقه لما دخلت على النت اشوف محافظه كفر الشيخ، كانت اكتر حاجه اسعدتني ان المحافظه دي فيها جامعه بالحجم ده. الحقيقه حسيت ان انا يعني هتسند ليا ظهر في العمل التنفيذي ان لم يكن في جامعه قويه وبحث علمي قوي ومشكله عويصه عندنا ما نلجاش فيها غير للجامعه. فالحقيقه ده شعوري لما لقيت مستوى جامعه كفر الشيخ بهذا الحجم. ده انا بتكلم شعور حقيقي، يعني ان انا لما دخلت وشفت جامعه كفر الشيخ كنت اسعد الناس ان انا رايح محافظه فيها جامعه بهذا الحجم. يمكن اول زياره ليا في خارج باب المحافظه كانت للجامعه، واول بروتوكول وقعته كان مع الجامعه بحيث ان المحافظه كجهه تنفيذيه يبقى ليها استشاري كبير، استشاري قوي في مختلف المجالات. فوقعنا بروتوكول مع السيد رئيس الجامعه ان جامعه كفر الشيخ هي الاستشاري الرسمي للمحافظه. نتواصل مع الدكتور ماجد على احدث الابحاث اللي بتتم في الموضوع الفلاني او الموضوع الفلاني، واعتقد ان ده دور الجامعه الرئيسي، انها تكون نقطه النور اللي موجوده في المحافظه، وهي اللي بتخرج البحث تخرجه التطبيقي. فانا الحقيقه بتوجه بالشكر الجزيل للجامعه كلها متمثله في الدكتور ماجد لتعاونهم المستمر مع المحافظه. حاجه من ضمن الحاجات برضو اللي كان في اثر للجامعه فيها، انتوا عارفين ان سياده الرئيس انشا حاجه اسمها مشروعك، برنامج مشروعك بتاع الشباب، وهو الهدف منه الهدف المعلن الحقيقه ما اخبيش عليكم اللي هو القضاء على البطاله وتشغيل الشباب. ان كل ولد او حد من الشباب او بنت صغيره او حد موجود في البيت او اي شاب عنده محل وعايز يكبره يقدر يوصل للوحده المحليه وياخد قرض ميسر ويبتدي يكبر مشروع او ينشئ مشروعه. الحقيقه ده الهدف المعلن منه القضاء على البطاله، ولكن ما اخبيش عليكم ان الهدف الغير معلن منه هو رجوع انتماء الشباب المصري لمصر. الحقيقه يعني كثير من الشباب كانوا بيقولوا ان احنا مالناش دعوه وان ما خدناش حاجه من البلد ومالناش في البلد. لا، انت بقى ليك النهارده في البلد وبتاخد من البلد والبلد بتديلك، وعاوزاك تشتغل وعاوزاك ترتقي وعاوزاك تمتلك محل وتمتلك مشروع ليك نرجع انتماء الشباب تاني لمصر. من ضمن المزايا الكبيره جدا لمشروعك ان احنا لما بننشر هذه الفكره فاتخذ القرار ان كل الجامعات في كل المحافظات بتقدم الدعم الفني الكامل لهذا البرنامج، وبتقدم دراسات الجدوى وبصوره مجانيه. وده اعلنه السيد الدكتور سيد عبد الخالق والدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره. فانا الحقيقه بتوجه بالشكر لكل الجامعات وخاصه طبعا جامعه كفر الشيخ لدعمها المستمر في برنامج مشروعك اللي هو برنامج لشباب مصر كلهم. مش هنطول عليكم.